ايه رأيكم نعمل مع بعض رز بالخلطة بالكبد والكلاوي، طبق من الأطباق اللي لازم تبقى موجودة في العزومات. ازاي نعمله بيرفكت بدون ولا غلطة، ازاي الرز يطلع مفلفل معانا وطعمه يطلع احلى ما كمان ما بناكله بره. فتعالوا اقول لكم انا عملته ازاي، بس يا ريت الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. واللي اول مرة بيشوفني، انا رغدان. اول حاجه كده في طاسه على النار حطيت معلقه ونص زيت. وانا بحب استخدم في الرز بالخلطه كبد وكلاوي اكتر من الكبد والقوانص، طبعا براحتكم. تقدروا تعملوا نفس الخطوات. هحط بقى الكبد والكلاوي انا مقطعاهم صغير. وهبتدي بقى احط عليهم البهارات. حطيت نص معلقه كزبره، ده ربع كيلو كلاوي ربع كيلو كبده. وحطيت نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه كمون، ونص معلقه بهارات لحمه. وهبتدي كده اقلب، ولما يدخلوا في السوا هحط بصلايه صغيره متقطعه صغير وفصين توم متقطعين صغير. وبعدين هحط الملح وهبتدي اقلب. كل دقيقه كده هقلب فيه. طبعا هو هينزل ميته شويه وهيشربها تاني لما يشرب تقريبا 90% من الميه خلاص بتاعته، يبقى فاضل فيه بسيط قوي قوي. كده كان استوى خلاص. كده انا هركنه على جنب وابتدي بقى اعمل الرز. في حله على النار حطيت 3 معالق ونص كبار من السكر. وبعدين مش هحط المعلقه فيهم خالص دلوقتي، لغايه بس ما معظمهم كده يتكرمل. هبتدي بقى عادي ممكن اقلب كده بسيط لغايه ما يغمقوا. بصوا لغايه ما يغمقوا اللون ده ويبتدوا يعملوا كده فقاقيع. كده هو ما اتحرقش، بس هيدي اللون اللي احنا عايزينه. وما تخافوش هو مش هيسكر الرز خالص. هحط بقى في الوقت ده بصلايه وسط كده او صغيره متقطعه صغير، وهبتدي اقلب كده لمده ربع دقيقه بس مش كتير. هحط معلقه ونص سمنه، يا ريت تبقى بلدي او اي سمنه عندكم، ومعلقتين كبار من الزيت. وبعدين بقى هحط الرز بسمتي. ده المقدار ده 3 معالق ونص من السكر على كيلو رز بسمتي انا غسلاه ومش نقعاه. بعدين بقى هبتدي احط البهارات. هحط ملح، وهحط مكعب مرقة خضار، وهحط عود قرفة، وكام واحدة كده حبهان وورق لوري. وبحب احط على الرز ده بهارات كبسة. هحط معلقة صغيرة من بهارات الكبسة. احط ربع معلقة قرفة، ونص معلقة فلفل اسود. وهقلب بقى البهارات كده مع الرز نص دقيقة بس كده مش كتير. وبعدين هحط مية سخنة. هقلب بس الرز عشان اشوف المية لغاية فين. بصوا انا هزود شوية كمان، انا مش عايزة المية زيادة اوفر. بصوا المية لغاية ما تبقى كده فوق الرز بالظبط كده. انا كمان ظبطت الملح كان ناقص شوية. كل ده هو على نار عالية. هقلب فيه كده لغاية ما المية تقل شوية، لغاية بصوا ما المية تبقى كده بالظبط. هبتدي بقى اوطي النار واغطي الحلة. وبعدين بقى في النص كده هفتح بعد 5 دقايق اقلبه تقليبه. هو كده كان استوى. بصوا استوى سوى كامل، في نفس الوقت هو مفلفل ازاي، خطير بجد. كده نبتدي بقى نقدمه. هنحطه في الطبق او السرفيس اللي احنا هنقدم فيه. بجد لو مشيتوا على الخطوات دي هيطلع معاكم ناجح وحلو قوي. انتم بجد هتعملوه على طول بالطريقه دي. في الوقت ده بقى انا هسخن الكبد والكلاوي عشان كانت بردت شويه. هحطها بقى فوق الرز. تقدروا تحطوه بالشكل اللي تحبوه، مش لازم بنفس ما انا قدمته كده بالظبط. بعد بقى ما نحط الكبد والكراوي او الكبد والقوانص فوق الرز، كده بقى هنحط المكسرات. انا كنت محمصه الزبيب واللوز. الاول نقعت الزبيب نص ساعه في ميه سخنه عشان ينفش كده شويه، وبعدين صفيته في نص معلقه سمنه. حمصته مع اللوز بقى باللون الحلو ده. بعد كده هنحطه بقى على الرز، وكده الطبق الرز بالخلطة جاهز. خطير بجد. من اطباق الحلوة قوي في العزومات وحتى غير العزومات. هيعجبكم قوي لو عملتوه بالطريقة دي. وفي حلة واحدة ما استخدمناش مليون حلة. وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. بحبكم قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.